في ناس بتيجي الدنيا دي وبتمشي منها وما تعرفش هي موهوبه في ايه. ازاي بقى انا انمي الثقه دي كأم او اب؟ ازاي انميها في اولادي؟ لو هو موهوب في حاجه وانا نفخت فيها ثقته بنفسه هتزيد، والعكس بقى، هل انا احسن حاجه انا ضعيف فيها ولا انمي حاجه انا موهوب فيها؟ يعني هو مش الطبيعي ان انا اشوف طفل شاطر قوي في حاجه فاقول له تعالى اديك درس في الحاجه اللي انت شاطر فيها دي، ولكن عقلانيا هو ده اللي المفروض يحصل. هل ده معناه ان لو انا عندي نقط ضعف ما اشتغلش عليها؟ وجود المنتور في حياه الطفل ده صحي جدا. ازاي انا كأب او ام اساعدهم يتخطوا مرحله او فكره الفشل دي؟ او معنى ان احنا فشلنا في حاجه يبقى حاجه من الاثنين، يا انا جربت وفشلت ده فشل، يا انا ما جربتش خالص وده فشل برضه. اعرض اولادي لحاجات كتيره جدا علشان اطلع الموهبه اللي عندهم. اعتقد ان فاقد الشيء قد يعطيه، فبالتالي الام اللي ممكن تبقى مواعيدها بايظه تعلم ابنها ان مواعيده تبقى مظبوطه. ممكن يعلموك التحمل مسؤوليه في المدرسه، بس لو انت في البيت مهما كانت مسؤوليته صغيره لو شالها هيتعود ان بعد كده لو كبرت المسؤوليه هيبقى هو قد المسؤوليه دي. هحب اقول للاهالي ان احنا محتاجين ندلع ولادنا، الدلع مع تحمل المسؤوليه. اظبطها انت بقى يعني. حقيقي يعني